كندا والكلام الكثير عن ترفيع البيتر بوت. Canada, What? upgrade this, bro. Nah, buddy. Thank you, bro. No problem. ايش اللي صار في فاينل امريكا يوم امس والمستوى المرعب اللي شفناه من كندا ايكورن وبيتر بوت لدرجه شفناهم بيفوزوا اول 3 ايام في البطوله. There's one dead. Oh, Okay. dead. Two Okay. solos. I think. Or the duo. Two solos. That killed one. Nice. One more. On the minigun! 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 Boyle pieced me? He missed, bro. Full missed on me. He was nervous, bro. He was nervous. والمشكلة وفي وقت ما أصور الفيديو الحين وبعد كل الترفيع وبعد ما فازوا كشكبين كندا لقم دروب وبيتر بوت سحب عليه. باند للاعب إيطالي بسبب تيمينج وتريدنج للسيرج وكليكس من الجهة الثانية بيهدد إيبك جيمز بإنه بيلعب مع هاك يوم السبت. I'm queuing up with a cheater Saturday if y'all don't fucking tweet some shit about cheaters. واخر شيء ضروري نتكلم على رجعة اي 4 اكس برو للبطولات في الميدل ايست. مو بس كذا شفناه بيفوز بالكاش كاب يوم امس. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ ايش مسويين؟ معاكم بوتر، رجعت لكم بفيديو جديد وعشان نتكلم عن كل شيء صار في هذا الاسبوع من بطولات فورتنايت. طيب في البداية ما راح أطول عليكم في المقدمة أبد. هذه نسبة المشتركين اللي بيتابعوا مقاطعنا في آخر فترة وبنشوف فيها نسبة كبيرة ما مسوي سبسكرايب. فللأمانة اللايك والسبسكرايب بيفرقوا معانا كثير وبيساعدونا نستمر إنه ننزل فيديوهات في الفترة الجاية. هذا كود ستور ناقص حرف واحد بس وخلينا نخش على أول موضوع في الفيديو. طيب إيش اللي صاير بالضبط بين كندا من جهة والترفيع والجليزنج اللي بنشوفه البيتر بوت من الجهة الثانية؟ بالبداية كلنا نعرف بأنه ما أخذوا محتوى أو كونتنت، لكن خليني أوريك الكليبات الجاية لأنه الموضوع شوي زاد عن الحد لدرجة بنشوف كندا ياخذ أسلحة يطورها البيتر، والموضوع ما وقف على أسلحة، حتى موبيليتي زي جرابلر وغيرها. من يوم ما بيتر يطلب شيء كندا بيسويه على طول. Okay, gold AK, gold AK. Oh my Okay, god. Matt. You want? Give me your purple spats. I'll upgrade. Let me go upgrade. But I took some extra mask Canada. There's 200 brick, 150 metal. And I'm dropping 6 minis here. Extra shock as well. I have no movement anymore, guys. Here, take it. Take this. Here. I'll take our Oh, wow. bro. I'm a support bro. Upgrade. Canada, What? upgrade this, bro. Thanks, man. Nah, buddy. Thank you, bro. No problem. Canada. طيب قبل ما اروح للكاش كاب والنهائي يوم امس واللي كندا بيفوز فيه باك تو باك على التوالي، ابك على السريع تعطيني رايك في التعليقات. لو كنت مكان كندا ومعك بيتر بوت افضل لاعب في العالم، هل راح تسوي اللي راح يسويه ولا العكس واللي اتوقع الكل راح يقول كذا؟ طيب جينا يوم امس للنهائي في الكاش كاب لامتع ريجن حاليا في اللعبه واللي هو ريجن نورث امريكا، وبنشوف كندا ايكون بيتر بوت واللي كثير يعتبروهم اقوى تريو في العالم الحين. طبعا نقدر نقول مع تريو فينو فيكو فليكسي من اوروبا. كندا وبيتر بوت وايكون كانوا فايزين اخر كاش كاب في الاوبن زي ما بتشوف عندك في الصوره. بويو جاب المركز الاول في الاوبن بفرق 4 نقاط بس عن بيتر بوت وكندا. طيب وصلنا للفاينل الجيم الاول، بنشوف هذا التريو الخارق ماسك الهاي جراوند معاهم الميني جن وفازوا اول جيم في البطوله. You need a build. You need a build. You need a build. Spray these kids. Spray these kids. I'm no. I'm trying. I'm trying. In there, 20. 50 full trio. Okay. Yeah, I see that. It's not a zone, it's not a zone. I'm dead. I Right. sold. What you did? Grapple. There's one dead. Oh, Okay. dead. Two Okay. solos. I think. Or the duo. Two solos. That killed one. Nice. One more. On the minigun! 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 I just shit on everyone so bad. Oh my fucking my god! God. Good shit, Peter, you're fucking him! Boyle pieced me? He missed, bro! Full missed on me! He was nervous, bro! He was nervous! Fucking nervous, bro! واذا كنت فكر الموضوع راح يوقف هنا فانت غلطان، لانه تخيل هذا التريو راح يكمل ومو بس راح يفوز الجيم الثاني، لا بيفوز الجيم الثالث كمان، وكذا يكون فايز 3 أيام من 3 في فاينل امريكا. They're all one. Jack killed one. They're looking for low, they're looking for low. Team bubble, Okay. watch out. It's shitters though. Okay. Knock I out. got a body.
have Trying them out. West, Trying them out. One dead. Nice. I'm a chunky. I don't fight. Right here, dead. Get ready for next. Get ready for next. Get the body. There's so many mats. I'm He's 5-5-5. He's 5-5-5. Building. I'm building. Acorn. Yeah, give me. Here, hard. Got it. I'm gonna tank. Good shit. Chuck cannon on right. Okay. I chopped that eye. Chill. It's a 3v3v3. No, chill. Wait for height to get fight. I'm spraying them out. I'm down. Am I back? I have 0 SMG ammo. I need Peter. Chill. Peter, give me SMG ammo now. My dog's on the front. Hold on. Kill two. Look up. I chopped it out. Chop that eye. Go up. Run up. 100. Box. Hide above. I chopped him out again. Yeah, I'm looking. I'm spraying it out. I'm going. Right up to you. Now look up. I can't. I grab a bug. I'm going down. Right here. Come, Acorn. Come down here. Calm down. Okay. He's above. Chop him. Yeah, he's coming in. Crack. One coming in. Build Acorn. Oh, we're good. I see him. I'm trying to get the tag. He's on my right. Chopping in. Right. Let's go! Oh my fucking god! I'm him! Let's go. I had 11 kills. Oh my fucking god, Peter, you're him. Peter, I saw everything that you did too. All my life, I saw all the pumps. All my life, you're literally him. I'm drop down now. Fry 50, 100, 150, 200, 200, Right. 250, 100. Let's go! We're the best trio! No, we're the best trio! We're the best fucking trio! Good shit, boy. We're the best! That's 3. Holy shit! That's 3! 3 out of 3! 3 out of fucking 3! Holy shit! طيب الشيء اللي ضحك للأمانة بأنه بعد ما فازوا 2 كاش كاب وبعد ما كندا حرفيا كان بيخدم بيتر يرفع فيه وفاز معه بكاش كابين، والحين وانا اصور هذا الفيديو نزلت هذه التغريدة على تويتر من بيتر بوت بأنه اعطى دروب وسحب على كندا وايكورن وراح يلعب مع كولد ريتشل. ضروري اوريك ردود التعليقات على هذه التغريدة واللي كلهم حرفيا استلموا كندا، وانه بعد كل الترفيع اللي سواه لقى الدروب من بيتر بوت. في ناس يقولوا يمكن هذا ترول او مزح، لكن كندا نزل تغريدة على تويتر بيتكلم فيها بانه فعلا هو لقى مدروب من بيتر وانه الموضوع مو مزح وانه بيتر راح يلعب مع ريتشل ومع كولد. طيب ومن هذا التريو راح نروح الان لاوروبا ونتكلم على اكثر موضوع كان فيه دراما واكشن هذا الاسبوع واللي هو الباند للاعب الايطالي بريدج، وبالتالي انحرم بانه يلعب الافنس اس الجاي. وتخيل اول بطولة كبيرة راح يقدر يلعبها راح تكون الافنس اس الميجر الثاني بعد قريب ال6 شهور. بريدج لاعب في الفترة الأخيرة كان يعتبر من أفضل اللعيبة في أوروبا، شفنا اسمه بدأ يطلع سواء في اللعب في البطولات أو حتى في البثوث. وعلى ذكر هذا الموضوع دائما نبث معظم البطولات بشكل يومي على تويتش، هذا رابط قناتي وراح احطه حتى في الوصف. بعد ما نخلص الميدل ايست صرنا نكمل اوروبا وصرنا نشوف بريديش ببث بشكل متواصل وبيوصل للفاينالات بدون اي مشاكل. وهنا بدا كل شيء في اخر فاينل واللي كان تقريبا قبل يومين او حولها، شفنا بريديش كان بيسوي تريد للسيرج مع تريو زارا من الجهه الثانيه. طيب راح تسالني بوتر ايش هو السيرج؟ في حاله ما كنت تتابع البطولات وما تعرف السيرج، فخلال وقت معين كل ما يمشي الجيم اقل اتيام او اقل لعيبه يسووا دمج راح يجيهم دمج ويموتوا في الجيم بهدف انه يقللوا عدد اللعيبه كل ما نمشي اكثر للاند. فكل شيء المطلوب منك انك تدمج اي تيم، مو لازم حتى تجيب كل. وهنا بدينا نشوف مصطلح التريد سيرج واللي كانوا فيه لعيبه كثير بيسووه، لكن المشكله مع هذا اللاعب ما كان ابدا موضوع السيرج، الموضوع وصل بجاحه للامانه بانهم كانوا بينوكوا بعض بهيد شوت سنايب ولا تريو فيهم يبش الثاني. طيب عندنا ديستني نزل هذه التغريده على تويتر، للامانه فضح التيمين، بيتكلم فيه مع بيج جيمز بانه بنحتاج نسوي اكشن ونبند هذول التيمين، وبيقول انا ما عندي كراهيه لاي واحد فيهم، بس لو ما سوينا شيء هذه راح تكون المثل سنه 2025. تخيل بيضمنوا كل جيم فوق ال1000 سيرج. مو بس كذا، قدروا بهذه الطريقه انه تريو فيهم يوصل التوب 3 والتريو الثاني كان التوب 6 في البطوله. راح اوريك الفيديو اللي نزلوا ديستني على السريع وفيه بيوضح تريد للسيرج في ليزي، والموضوع تعدى البجاحه. تخيل كانوا بيدمجوا بعض بالسنايب باكثر من 5 دقائق. Hi guys, I'm watching some replays of the EU Cash Cup just now, the finals that happened, and there was some interesting stuff going on
on Twitter. So I wanted to investigate what was going on, of course. So right here we've got the Lazy Lake team off spawn. They've got a lot of extra shield. Obviously, they've got the whole POI to themselves. And they do this pretty crazy strat with this other team landing nearby who also happens to be from the same country. And they basically just trade headshot snipes with each other for like 5 minutes straight. Like, genuinely just 5 minutes straight. They just trade multiple headshot snipes with each other over and over to get 1,000 surge every single game. Like, every single game without fail. They're just sitting here trading snipes with each other for the entire early game. And of course, everybody else who can't do this suddenly has a massive disadvantage where they need to fight for surge or they need to, you know, do whatever. They're not making it super obvious because they keep missing the snipes, but this happened every single game that they're just trading this much surge for each other. And they even let the bodies take damage, so you can see that. They even take damage on the bodies, so they don't have to reboot. They can get even more surge. So this is going to happen for literally the entirety of trios next year during FNCSs. This type of stuff. So if Epic could do something about it now, and like make a proactive, you know, assessment on what's going on and the fact that it shouldn't really be in the game, that would be pretty useful, because this is just very unfair for, you know, all the other teams that are playing legit in the nearby area who don't have a team to trade with. ديستني كمل في كلام بيقول بانه يمكن قد شفنا تريد للسيرج زمان، لكن سبحان الله الحين اول مره بنشوف تيمين من نفس الدوله، تيمين ايطاليين بيسووا هذا الشيء. وفي ناس كانوا بيقولوا له طب ليش ما بلغت على اسماء كثيره غيرهم؟ فهنا بنشوف بيرد وبيقول هل شفتوا قبل كذا تريد للسيرج يوصل فيه ل9 هيدشوت سنايب في جيم واحد؟ للامانه تغريده ديستني ضربت ووصلت لايبك جيمز فعلا، وايبك جيمز بندوا التيمين وشالوا اسمهم من الليدر بورد. الباند اللي جاهم 14 يوم، وفي حاله ما كنت تعرف اذا جاك باند 14 يوم واكثر فانت راح تنحرم بشكل تلقائي بانك تلعب الاف اس الجايه. يعني الاف اس اللي بيبدا يوم 7 ديسمبر ما راح يقدروا يلعبوا التيمين. طيب بريدش هنا نزل تغريده على تويتر بيخاطب فيه ايبك جيمز وبيقول فيه انهم تبندوا ظلم، وكل سبب الباند كان انهم كانوا بيسووا سنايب وقتلوا تيم تاني كان موجود في ليزي. بيكمل في كلامه يقول انه بسبب هذا الباند ما راح يقدر يلعب الاف اس الجاي، وعلى اساسه ما راح يقدر يلعب اي بطوله كبيره في اللعبه لمده 6 شهور حتى الميجر الثاني. وفي النهايه بيقول بانه اكيد في سوء تفاهم وانه يتمنى يساعدوه، لانه اذا ما انشال الباند احتمال يكوت اللعبه وتكون نهايه الكارير له. فابك تعطيني رايك في التعليقات على السريع. راح اخلي الفيديو شغال هنا في الشاشه. هل تشوف بانه الباند للامانه كان في محله، وانه لو ما بندوا هذول التيمين راح تكون حرفيا مشكله للميتا في سنه 2025؟ طيب كليكس توصل معاه للامانه ويهدد ايبك جيمز بانه راح يلعب مع هاكات اذا ما لقيوا اي حل او تكلموا عن الموضوع بشكل عام في تويتر. كلنا ملاحظين زياده عدد الهاكات في اللعبه في الفتره الاخيره، وفي اخبار تكلمنا عنها في البثوث بانه في انتي شيت جديد وفي حل باذن الله بيكون للمشكله في الفتره الجايه. لكن للامانه متلوم اللعيبه على اللي قاعد يصير معاهم، خصوصا في لعيبه قاعد ينقطع رزقهم بسبب هذا الشيء. طيب راح اجيب لك كليب على السريع كمثال بموته من موتات كليكس من الهاكات، مو في الاوبن، ركز معايا، في واحده من فاينالات الكاش كاب. One head on the teammate. I'm fighting with you guys. Get in there, Bryce. I'm with you. Got it, full box. He's cheating. Coming. Nice. I'm boxed. I don't want to What is he? He's cheating! He's just quadrupling me 175. We're good in. You want his speed, Cooper? Yeah, it's the same kids. They're Why are there fucking cheaters in finals, bro? What are you standing still in the fucking stream, you fucking loser? On my mother's life, fucking bad karma's gonna happen to this dude. I'm getting... Yo, what the fuck? كليكس للأمانة بعد ما مات وبعد ما انتهى ذاك الجيم شفنا بيتكلم على بثه في تويتش بأنه يبغى ايبك جيمز يسرعوا من حل هذه المشكلة، وأنه إذا ما حلوا المشكلة فراح يضحي بنفسه وراح يلعب مع هاكات في البطولة الجاية. لأنه تخيل اسم كبير زي كليكس لو لعب مع هاكات على البث، أوكي أكيد راح يجي باد نهائي، ممكن يخسر الكارير حقه، مع إني ما أتوقع كليكس راح يسويها، لأنه زي ما نذكر جار في الزمان نزل محتوى على اليوتيوب بأنه بس راح يجرب هاك ككونتنت، وإيبك جيمز تعاملت معاه بكل قوة، بندوه باد نهائي، ومن يومها ما لمس اللعبة. لكن كليكس جالس يهدد عشان ايبك جيمز تسوي شيء، على الاغلب ما راح يسويها، لكن راح اوريك الكليب على اي حال. Cheaters, bro. Yo, Epic, I know you motherfuckers are watching right now. Number one, I love you. Please give me a fucking icon skin. Number two, I'm queuing up with a cheater Saturday if y'all don't fucking tweet some shit about cheaters. Because, yo, I'm the only one that can put an end to this. Realistically, if I play with 2 rage hackers, while 20,000 viewers plus, they have to do something. What are they gonna do? Ban me? And then they fucking ban me and then free clicks. And then that's not gonna do shit. Because they didn't do fucking shit last time.
وقبل ما نروح لاخر موضوع في هذا الفيديو، حاب اطمنكم باذن الله انه في اخبار كويسه على موضوع الهاكات، وباذن الله قريب الكل راح يرتاح من هذه المشكله. اوكي شباب، والحين خلينا نروح لاخر موضوع عندنا في هذا الفيديو، اللي هو رجعه i4 X Pro للبطولات مع عزام ومع عبودي ليكس، وكيف انهم فازوا امس بامتع كاش كاب في الميدل ايست هذا. i4 ومع رجعه الشابتر 2 ومع رجعه كاتي تحديدا يوم امس قبل ساعه من الفاينل، شفنا الشارج شاتجن كان موجود في البطوله طبعا من دون اللانشر. تخيل جينا للجيم الاخير وفي حول الاربع تريوز مرشحين انهم يفوزوا في البطوله، لكن فجاه تريو سيلفا، تريو فكس، وحتى تريو اروماتو بدري، واي 4 ما وقف على كذا، شفنا يفوز الجيم الاخير ويفوز بالتريو كاش كاب في الميدل ايست. بس بشوف عبودي طبوا عليه الثلاثه، تمزحوا 3v1 مع شتجن، كلهم معهم شتجن بيستول، كلهم معهم شتجن، هو جالس يشيلهم ببيستول. نو واي. سيثك برو. اخر بلد عنده عبودي، الثلاثه معاهم، يا ساتر. خلاص راحت على سيلفا. طيب سيلفا طلع برا حسبة الكاش كاب، نروح لهيرو. مات هيرو، شكله اي 4. روح اي 4. اي 4 يفوز التريو، ما ادري والله بيكون على شيء كبير لو فازوها. شو اسمه تريو اي 4 مع رجعة التريو، تريو كاتي شات. هذا وضع الجيم، بس لسه نفس التريو اللي كان ماسك هاي الجيم اللي راح. ايوه ما انا اقول للشات صوتوا يحطوا علي يا عيال. ادابتر قال ريو ضيعوا واحد. جاب الكيل على الزب. يمدي على دبرز يجيبوا الفينش. لا والله الزون ادري. اي 4 جاب الكيل، 2 كيلز مع عبودي، 2 كيلز مع اي 4، 2 ب4. فاز هاي 4 والله يقطع القوه. ما قصروا فكس يا عيال، وهيرو خالد، وما قصروا ريو وسيلفا وكودكس، ونفس الشيء ارو ترى شال الهاي يا رجال مرجله. 3 فيرسس 1 فازوا الجيم الاخير. منصور سولو قدامه 5 كلات، 5 كلات يا عيال. وفي النهاية هذا كان كل اللي عندي في الفيديو لهذا اليوم. يعطيكم ألف عافية شباب على المشاهدة، خلونا نشوفكم في الفيديوهات الجاية. سلام.